مين بيعاند مين انا ما اعرفش. انا مطلوب مني اجيب احسن لعيبه. انا جبت وش القفص. نبدا طبعا القدام انا اللي جايبهم كلهم يعني. عواد، زيزو، امام عاشور، كل دول كل انا جايبهم كلهم في النص. تمام. لكن لما يكون عندك نقص في الاحتياط، ما هو بص عايز تكسبي الدكه ده، سيبك من اللي بيلعب، لان اللي بيلعب ده مش هيقعد 90 دقيقه هو نفسه هتقطع. انت عندك احسن دكه في مصر. تمام. الدكه الموسم اللي فات كان مستوى اقل بكتير، احترامي كل اللعيبه اللي مشوا. الدكه المره دي جامده. وانا ليه كل ماتش ابدا ويحصل توتر وقلق والجمهور، وانا واحد منهم كان الجمهور هنا يرتفع ضغطه وممكن يجي له السكر وما عندوش، وبعدين انا اصلح ربنا يكرمنا. طيب الثلث ساعه الاخير انا شفت شوقي غريب فار. انا شفت كده اللي كان عامل اسد، واقسم بالله شوقي غريب اللي هو صاحب احمد سليمان ابو كرش ده. ما اعرفش مدرب ازاي بكرش، بدل ما تقول ما تعمل لياقه انت الاول، واخد بالك يعني. انا مش فاهم انت بتدرب ازاي. لو المدربين بلياقه، المدرب بتاع الزمالك عايزين نقلق له محاليل. ده الراجل عنده بتاع 90 سنه وشغال بيدربك، كفايه ضحك. الجزء الثاني بقى بتاع تضييع الوقت مش على ماتش سموحه بقى، انا بتكلم في العموم. الراجل ده بيتكلم صح يا جماعه في موضوع تضييع الوقت. واحده من الافات والنقاط السلبيه جدا في الدوري المصري ان في لعيبه اتربت ان هي وهي كسبانه لازم تضيع وقت، حتى لو الماتش مش محتاج تضييع وقت، حتى لو كسبان 3-4 برضه هتلاقيه في الدم كده بيضيع وقت من هو عيل صغير، من هو عنده 12 سنه. المدربين بتوعه وهو صغير قالوا له ايه وانت كسبان وقع على الارض. ودي حاجه يا جماعه في الدوري عندنا لازم تتغير. لازم الحكام اللي ياخدوا بالهم من النقطه دي. لازم تتغير، لازم تتغير ان انت تعمل زي ما كولر بيقول زي كاس العالم عملوا. ادي بقى 12 دقيقه وقت ضايع، ادي 10 دقيقه وقت ضايع، كل ثانيه تتحسب، يبقى في حد قاعد بره بيحسب لك كل تضييع وقت. ساعتها اعتقد ان المدربين هيدوا تعليمات المدربين هيدوا تعليمات للعيبه لا ما تضيعش وقت احسن. يا عم ده احنا لو قعدنا نحسب وقت بدل ضيع ممكن نبقى في 7 ايام وقت بدل ضيع على اللعيبه بتعمله عندنا في الدوري ده. كفايه بقى، تعبنا.